السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد، أهلا بكم في قناتي قناة بيتك أجمل مع مروة. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات فيديو كده مشتريات خضار. نزلت كده السوق، جبت شوية حاجات كده، فقلت ان انا اصورهم معاكم واعرض معاكم كمان الاسعار اللي انا اشتريت بيها. هنا كده اول حاجة كده جبتها يا بنات، جبت جزر الكيلو ونص ب10. آه، هو يعني كبير شوية بس حلو، يعني انا جايباه عشان خاطر بحط منه كده، باخد منه كده مثلا واحدة بقطعها كده، ببشرها كده على السلطة. فما جبتش كمية كبيرة، انا جبت كيلو واحد بس، كيلو ونص ب10. بس ده اول حاجة جبتها. بس طبعا دول كده مش كيلو ونص، لان اول ما جبت الجزر كده واول ما جبت الخضار يعني، والحاجة اللي انا جبتها اتاكل منها يعني. بس ما صورتهاش على طول. بس فهنا كده ده كيلو ونص ب10. طبعا كان في جزر اصغر من كده، كان الكيلو عامل 10. فانا قلت كده كده ده انا هبشره على السلطة، يعني مش اللي هو الاكل العادي. فقلت خلاص مش مشكلة، هاخد دوت كيلو ونص، وكمان حلو يعني ونضيف، مش مفيهوش اي حاجة مش حلوة. بس بعد كده جبت ايه يا بنات، جبت فلفل اخضر. الفلفل الكيلو عامل 15. الكيلو الفلفل عامل 15 جنيه. بس بصراحة فلفل حلو. الحجم بتاعه صغير، يعني ينفع كمان ان انا احشيه. ممكن اخد منهم كده جزء كده احشيهم. هنا كده كمان جبت بتنجان الكيلو عامل 10. انا جبت كيلو واحد. قلت هخليه عندي، يعني منين ما عاوز منه اجلي منه وكده. فجبت كيلو، الكيلو كان عامل 10. هو كمان كان الحجم بتاعه صغير مش كبير. بس قلت حلو برضو، لقيته حلو فروحت جبت كيلو واحد بس، الكيلو ب10. اليوم دوت اللي انا جبت فيه الخضار يعني. رجعت من بره، طبعا ما كنتش عامله اكل ولا عامله حاجه خالص. فاخدت بدنجان وعملت بطاطس والكلام ده كله، فعشان كده ده كيلو مش كامل. بس كده. وهنا كمان يا بنات جبت دوت كرنب احمر او كابوتشي، اللي هو بيتحط على السلطه وكده. بصراحه في لقيت الواحده من دي، الواحده هي صغنطوطه خالص يعني. فجبت 2 ب10. جبت اتنين كابوتشي، الواحده ب5 جنيه، يعني جبت 2 ب10 جنيه. فلقيتها برضو حلوه ومناسبه يعني، فقلت خلاص اخد اتنين، ايه احطهم كده في التلاجة عندي من معمل السلطة كده، ايه اخد كده ايه وابشر كده مع السلطة يعني. بس كمان كان في حجمها كبير، يعني كبيرة كبيرة يعني بصراحة. بس انا حسيت ان انا قلت هعمل بها ايه، دي هتقعد عندي في التلاجة ممكن هتطول عندي مدة طويلة، فممكن تبوظ مني. فكانت اللي هي الكبيرة خالص كانت عاملة 20. فانا بصراحة ما حبيتهاش يعني عشان حجمها، فجبت الاتنين الصغيرين دول. قلت الفهم كده في شنطة، وطبعا لما اجي استخدمهم اغسل واحدة كده وايه، واستخدمها تخلص واروح استخدم التانية بعدها على طول. بس قلت صغيرة عشان ما يقعدوش عندي، ما يطولوش عندي في التلاجة وكده ويبوظوا. بصراحة الوقت الحاجة غالية، الواحد بيستحرم ان الحاجة تبوظ عنده ويرميها. بس وخاصة هو عامة والله، حتى لو الحاجة كمان رخيصة، الحاجة اللي زي كده يعني الواحد بيستحرم ان هو يرميها، بيزعل على اي حاجة تبوظ عنده. كمان هنا كده يا بنات جبت طماطم. الطماطم الست جايت لي الكيلو ب10. بس بصراحة يعني هي عشان عارفين وانا بشتري منها كده على طول، يعني ما بروحش عند حد غيرها. فجات لي خلاص هحسب لك الاتنين كيلو ب15، يعني الكيلو ب7.5. فجبت كده 2 كيلو. فقلت ايه بقى، كمان انا منجيه طماطم كده الحبة بتاعتها ناشفة عشان خاطر السلطة، لكن مش للطبيخ خالص. يعني انا منجيها عشان خاطر تقعد عندي مثلا اسبوع في التلاجة اعمل منها سلطة. لكن للطبيخ انا عندي صلصة مخزنة طماطم في الفريزر، فما بشتريش ان انا اطبخ بيها. الطماطم لما بترخص خالص بروح جايبة كده عداية على بعضيها، بعملها صلصة واكيسها احطها في الفريزر، تقعد عندي ممكن تقعد عندي 3 4 5 شهور في الفريزر. فبتنفعني بصراحة. بعد كده لما بشتري طماطم بشتريها للسلطة بس. هنا كمان يا بنات الخضار اللي انا جبته، جبت بقدونس 3 ربط بقدونس، التلاتة كانوا عاملين 5 جنيه. معرفش هو البقدونس غالي ليه، ده في رمضان اللي هو رمضان اللي الناس كلها بتستخدم بقدونس عشان خاطر السلطة وكده.
كان ارخص من كده، وكانت الرابطة بصراحة تيجي قد اللي انا جايباها دي مرتين بس، وكانت ارخص من كده. بس المهم ايه، تقريبا عشان الصيف والخضار ما بيبقاش حلو في الصيف، عشان كده غالي. هنا كمان جبت فلفل الوان. الفلفل الالوان الكيلو ب40، انا جبت ربع كيلو بس ب10 جنيه. جبت 2 حمر و2 صفر. قلت برضو اخليهم عندي في التلاجة كده، بينفعوا كمان على السلطة او اي حاجة تانية، يعني بيكون حلو. بص، هو الفلفل الالوان اساسا في السلطة احنا مش بنستخدم منه كتير، يعني مثلا الفلفل الاخضر ممكن تاخدي واحدة بحالها تحطها كده على طبق السلطة، لكن الفلفل الالوان بتاخدي كده شريحة من الفلفل الاصفر، وشريحة كده من الفلفل الاحمر بس، يعني مش اكتر من كده. فعشان كده انا بصراحة مش جايبة كمية كبيرة. فجبت ربع كيلو بس. وهنا كمان يا بنات جبت كده ملوخية. الملوخية ديت الكيلو ب10، فانا جبت نص كيلو ب5 جنيه. هي الملوخية رخيصة كمان. بصراحة المكان اللي انا جبت منه الملوخية شبه كده ضحك عليا شوية، لان انا مشيت شوية تاني كده في السوق، لقيت الملوخية احسن من اللي انا اشتريتها، والكيلو ونص ب10 بصراحة. كانوا شوية ملوخية الله اكبر عليهم، يعني بألف هنا وشوف اللي هيشتري منهم. كان الكيلو ونص بس، كان شكلها فظيع، يعني شكلها كده يفتح النفس. لكن بصراحة اللي انا جايباها مش قوي، والكيلو كمان ب10 يعني. فقلت مش مشكلة، انا كده ما بستخدمش اكتر من نص كيلو في الطبخة، عشان تقعد لو باتت لتاني يوم مطبوخة محدش بياكلها. هو الطبقين اللي انا بعملهم على الغدا وخلاص على كده، واللي بيتبقى بيتكب بس. هنا كمان جبت كده ملوخية بتاع ده خيار. الخيار ما شاء الله، الخيار بصراحة حلو وشكله عجبني، فجبت 2 كيلو. الكيلو الراجل قال لي ايه، قال لي الكيلو الخيار ب12 جنيه. تمام تمام. فانا قلت له خلاص انا هاخد 2 كيلو، عشان شكل الخيار حلو كده، كان شكله لسه جاي من الغيط، فبصراحة كان شكله يفتح النفس. جبت ال2 كيلو، انا قال لي 2 كيلو ب25. طب ما الكيلو ب12، يعني ال2 كيلو ب24، انا حكى لي على 2 كيلو ب25. فقلت مش مشكلة، يعني هو الجنيه يعني ما بيشتريش حاجة في الزمن اللي احنا فيه ده. فقلت خلاص، رحت اخدت منه ال2 كيلو ب25. هو عشان الخيار بصراحة عجبني. هنا كمان جبت شمام. جبت كده الشمام الكيلو. الكيلو ب15 جنيه، فانا جبت 2 كيلو ب30. فجبت 2 بس، يعني جبت 2 شمامتين بس، فالواحدة منهم كانت كيلو، فجبت الاتنين ب30، يعني الكيلو الواحدة راجعة ب15 جنيه. بس بصراحة لما جبته هنا كده البيت وغسلتها كده وقطعت منها، بصراحة طعمها تحفة بجد، والله العظيم طعمها كان حلو اوي. فقلت حلوة، يعني مش مشكلة، يعني مش خسارة فيها 15 جنيه. هما الحجم بتاعهم مش كبير، هي الواحدة كيلو. وهنا كمان كنت جبت كنتالوب الكيلو. اللهم صل على حضرة النبي. ال2 كيلو ب25، يعني الكيلو ب12 ونص. بس هي ديت يا بنات المشتريات اللي انا جبتها.